السلام عليكم. اليوم بعد صلاة الجمعة جاءني شخص قال إنه جاي من خارج الرياض وعنده 7 بنات وولد واحد. قال لي هذا الولد يدرس في المرحلة المتوسطة وما له أصحاب، رافض أنه يروح للتحفيظ حتى القرآن أو يشترك معهم. الولد يقضي كل وقته، لا يجلس مع خواته، لا يجلس مع الأب، كل وقته جالس على الإنترنت. مفرط أيضا في صلاته، يشك أن بعض الأيام أيضا لا يصومها بالرغم من بلوغه الولد في المرحلة المتوسطة. يعني قلت له طيب ماذا يفعل في الإنترنت؟ قال المشكلة أنه لا يشاهد إلا الأشياء القتالية، إن دخل ألعاب فهي قتل ورمي ودماء وتفجيرات وتفخيخ، وكل ما يتعلق بالقتل والتفجير في الألعاب يدخله، إضافة إلى ما يشاهده من مقاطع عموما. كم عمر الولد؟ قال الولد يعني يمكن عمره 15 سنة، 14 13. المقصود أنه يعني يجب عليه الصوم، مع ذلك مفرط في كل شيء. والله هو يتكلم معي وأنا أتذكر الحادثة التي وقعت البارحة، الحادثة المؤسفة المؤلمة المجرمة، ما أدري كيف، حادثة الشابين الصغيرين اللي أعمارهم 18 سنة، الذي لم يجد مكافأة لأمهما وأبيهما إلا أن يقتلاهم. بصراحة أنا أفكر يعني هل الذي يدعوهم إلى هذا مثلا قراءتهم للقرآن، قراءتهم للسنة، مصاحبتهم للصالحين، أم أنها مصادر غير موثوقة من خلال الإنترنت ورغبة داخلية فيهم لإحداث مغامرات وأحداث وأكشن. أنا قلت لهذا الرجل، قلت لابد أنك تعتني بالولد أنه يصاحب صحبة صالحة عاقلة تدري منه المشرف على الصحبة، وين يروحون وين يجون. إذا تركته لأشباح في الإنترنت يتواصل معهم، والآن عمره يمكن 15 سنة مثلا وعندها الخوات كلهم، لكن ممكن أنه يتواصل مع ناس يعطونه ما يتناسب مع رغبته الاندفاعية المحبة للمغامرة والأكشن وما شابه ذلك، ما دام أنه بهذا الحال أسلحة ونحوها. هذه الأشكال اللي تراسله في الإنترنت تعرف أحيانا إيش طبيعته من خلال مراسلته وكلامه، وتبدأ تقرب لها الأمور ثم يجعلها حقيقة. التأثير الكبير لصفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفكار والحوارات والنقاشات والصور الذي قد ينتج أشخاصا ربما يتخذون يعني مثل هذه التصرفات الإجرامية التي لا تجد لها تفسيرا. أحيانا تقول جن، فعلا تعجب كيف يستطيع أنه يؤثر في الشخص إلى أن مثلا يفعل مثل الأفعال من قتل الناس وقتل أقرب الناس إليه عياذا بالله. ولدك مثلا المراهق أو الصغير يخالط ناس تعرفهم، حلقة تحفيظ، تعرف المشرف، تعرف وين يروحون وين يجون، هذا الأمر يسير. حلقات من فضل الله تنتسب إلى جمعيات رسمية وفيها مشرفين وفيها مراقبين، لكن لما يكون يجلس 10 ساعات يوميا يتحاور مع أشخاص ما تعرفهم، نفسه أيضا ما يعرفهم ولا يعرف أشكالهم ولا يعرف أسمائهم الحقيقية ولا يعرف أعمارهم ولا يعرف من أي بلد يراسلونه، ومع ذلك يستغلونه. حقيقة أنا نصحت الأخ اللي جاء، قلت له يعني احرص على أن يرتبط بناس طيبين يملؤون وقته حتى لا يكثر الجلوس مع أشباح. أهمية الدعاء الأولاد بالصلاح أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم ويفتح على قلوبهم ويحميهم من شر الأشرار، وأصلح لي في ذريتي، ادعو لهم.